انتشر الفترة دي ترند اسم قصاصة قماصة، اتعمل عنها اكتر من 90,000 فيديو. هنشوف النهارده في الفيديو ده اشهر الناس او ابرز الناس اللي عملوا على الترند ده، اللي من ضمنهم باسيل اسماعيل وقمر الطائي ونورال الجزائريه وغيرهم كتير. قبل ما نبدا الفيديو اللي معانا حابب اشكركم على ال1000 مشترك، هم مش رقم كبير بس يعني بنفرح على قدنا. يعني اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناه عشان نوصل 5000 مشترك بس. يلا بينا نشوف الفيديوهات اللي معانا. ما انا عارفه انك اصلا بصبصة حساسه اما صح بصبصه. الله يا زرافة يا عارفين باسيل اسماعيل الترند ده تقريبا هي الوحيده اللي لايقه عليه، تحسها حما كده. فين الحموات اللي هم الكيادين اللي لهم في الكيد؟ هي باسيل اسماعيل الكاركتر ده. يعني عارفين لو في مؤتمر مثلا دلوقتي قدامي اضواء ومايكات والناس بتسالني لو شفت ترند بصاصه قماصه مين اكتر واحده لايقه عليها، اقول لهم باسيل اسماعيل بلا شك. ما انا عارفه انك اصلا بصبصة حساسه اما صح بصبصه. الله الله يا زرافة يا ناموسة يا قمر الطائي اول مره اتكلم عنها في قناه، بني ادمه جميله بتعمل محتوى تقريبا خاص بالبنات، هي عراقيه بالمناسبه من العراق. سيبونا من المعلومات الشخصيه اللي انا دخلت فيها اللي هي مالهاش علاقه بالموضوع. كيسوني كل الفيديوهات اللي هتشوفها مش فيديوهات قمر الطائي بس، كيسوني ان البنات لما بتيجي في حاجه ليها علاقه بالكيد او بالتس تلقائيا ملامح وشهم بتبقى عامله ازاي. نفسك ما انا عارفه انك اصلا بصبصة حساسه اما صح بصبصه. الله يا زرافة يا ناموسة. اقسم بالله وانا بجيب الفيديوهات اللي اعمل عنها الفيديو ده صدمت لما شفت نورال عامله على الترند ده. نورال اصلا قادره لما بتعمل فيديو على اغنيه جزائريه اللي هي بلدها، عامله فيديو على ترند بصاصه قماصه مش لاقي عليها. يعني زي ما باسيل اسماعيل قلنا ان هي اكتر واحده لاقي عليها الترند، فنورال مستحيل يبقى لاقي عليها الترند. دي اصلا من كتر ما هي عفويه ما اعتقدش ان هي فيها حته الكيد والتس بتاع البنات قوي. يعني نورال شخصيتها ابعد ما تكون عن ان هي تبقى ديس خالص. نفسك ما انا عارفه انك اصلا بصبصة حساسه اما صح بصبصه. الله يا زرافة. الشاب ده الفيديو بتاعه من اكتر الفيديوهات اللي جابت مشاهدات في الترند ده. نفسي اعرف اعملها ازاي. اقسم بالله انا لو عملت حاجه زي كده، مع ان انا ما عنديش اكونت يعني رسمي على التيك توك وما بنزلش فيديوهات اصلا على التيك توك، بس تخيلت يعني لا قدر الله بعيد الشر كنت بعمل فيديوهات مع الناس اللي بتعمل فيديوهات على التيك توك، عملت حاجه زي كده قدام ابويا والله العظيم ما هبات في التيك توك. نفسك ما انا عارفه انك اصلا بصبصة حساسه اما صح بصبصه. الله يا زرافة يا ناموسة. مع البنت دي بقى اغرب واحده في الترند، مشهوره في الترند جدا جدا بسبب ان الشباب كلهم قعدوا يقولوا ان هي اجمل واحده في الترند. الناس تعمل فيديوهات بتقول انا بكرش على البنت اللي لابسه احمر اللي عامله في الترند ده، خش في الكومنتات عندها تلاقي حاجات غريبه، تلاقي هو انت الناس كلها بتتكلم عنك وانت مرتبطه يا فنانه، احنا كلنا جمال وخلقه ربنا كلها جميله، البنت بسم الله ما شاء الله قمر وجميله جدا، بس شايفين ان الجمهور افور شويه. نفسك ما انا عارفه انك اصلا بصبصة حساسه اما صح بصبصه. الله يا زرافة يا ناموسة يا لذيذه. الله بيقولوا لما ننتهي البنت بتكرهها. انا من رايي بقى الشخصي ان احنا ممكن نعكس الكلمه دي ونقول ان انتوا اللي كده. بصراحه اي حد هيشوف الفيديو ده بالرياكشنات اكيد مليون في الميه مفيش حد بيكرهه. انتوا ممكن انتوا تكرهوا بس ما حدش يكرهه ومحدش يقدر يكرهه. بصراحه كمان انا الفيديو ده وانا بتفرج عليه مش شايفه غير كده، البنات بسم الله ما شاء الله عليهم جمال وكل حاجه، بس تس باين قوي ان انتوا تس. نفسك ما انا عارفه انك اصلا بصبصة حساسه اما صح بصبصة الله بنات مبدعه. الترند ده برغم بساطته وتفاهته كمان بسبب رياكشنات وشهم ده، لان دي طبيعتهم، دي طبيعه البنات. فينكم لو في بنت بتغني الاغنيه دي في الحقيقه في الطبيعه كده بيبقى في كاميرات بتصور ولا اي حاجه هتلاقيها بتعمل نفس الرياكشنات اللي بيعملوها في الفيديوهات. هي طبيعتهم البشريه كده خلاص. اي حاجه فيها علاقه بالكيد والتس بتعكس على ملامح وشهم تلقائيا. هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. ترند جديد جميل بصراحه، هو تافه جميل ولا حاجه، تافه جدا. قبل ما نقفل الفيديو دلوقتي عايز اقول ان انا بحبكم واكيد
انتوا بتحبوني. عشان بتحبوني حطوا لايك على الفيديو دلوقتي. لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه. اشوفكم على خير احسن ناس في الدنيا. سلام.